الوصفة دي لازم أعملها قبل العيد وكمان قبل دخول المدارس، لإنها من الأكلات الولاد بتحبها جدًا، وأنا من الناس بصراحة اللي باقلّق من شرائها برّه، فهنعملها النهارده مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان بمكونات عارفين هي إيه، نسمّي بالله كده ونصلّي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ويالّا بينا. أنا هاقول لِك مقادير النُص كيلو لحمة، نُص كيلو لحمة مفرومة هتجيبي عليها 100 جرام من اللي الضاني، لو ما عندكيش ليا ضاني هتقولي للجزار وهو بيفرم لِك اللحمة يفرم لِك 100 جرام من الدوش مش هيقول لِك لأ. كمان حابة تضيفي بيضة تمام، حابة تضيفي بياض بيضة برضه تمام، حابة تستغني عنها برضه تمام، بس البيضة ديّة هتخلّي البرجر ما يكشش معاكِ. البهارات بتاعتي ملح وفلفل وتوم بودرة وبصل بودرة وكمان بهارات لحمة وشوية كده من بهارات البرجر بتيجي جاهزة من عند العطار، ومعلقتين 2 كبار من النشا عشان يمتصوا السوائل، بس للأسف الخطوة دي لقيتها ما اتصورتش. اضربي الكلام الحلو ده كله في قلب الكبة لحد ما الأنسجة تتداخل واللحمة بتاعتي بمعنى أصح تتسمغ مع بعضها وتبقى بالشكل ده كده. كده البرجر بتاعي بقى جاهز. طبعًا أنتِ عارفين كويس أوي برّه إلا من رحم ربي يعني بيعملوه إزاي، فأنتِ هتعمليه في البيت بطريقة بسيطة. كل الحكاية نُص كيلو لحمة مفرومة، 100 جرام من اللي هي الضاني أو الدوش، وشوية البهارات بتوعنا وفي الكبة واضربيهم. عندِك مكبس البرجر ده تمام، لو ما عندكيش أي غطا برطمان عندِك تمام هيشتغل معاكِ. لو ما عندكيش لا ده ولا ده هتشكليه على إيدِك، يكفي إن أنتِ بتأكلي ولادِك حاجة أنتِ عارفة مصدرها إيه. هتعمليها بقى بالشكل ده كده في أطباق حفظ الحاجات في الفريزر تمام، حطيها. ما عندكيش يبقى الأكياس، ما عندكيش رصيها على صينية ودخليها الفريزر لحد ما تتجمد، وبعد كده حطيه في أي كيس من الأكياس الموجودة عندك. هاخلّص بقى باقي الكمية كلها معايا بالشكل ده كده. أنا ما شاء الله اللهم بارك عاملة كمية علشان ده مطلوب مني برضه في الشغل، يعني أنا هاخد كمية للولاد والباقي هاطلّعه الشغل، زي ما قُلت لكم يطلع معاكِ بالشكل ده كده. مستنياكم بقى تجربوا تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، وقبل أي حاجة ما ننساش نصلّي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وأشوفكم دايمًا في رعاية الله.